الحياه. شدنا الباك شدينا قرينا قال لك في الاخر شحال جبناها نتلطانتو نقولو كاع حنا جبناها سيتي 15 ياو. حنا قاعدين في لافاك زعما راه كنا واخا بحال قد دابا بحال داك اللي كان سالا بحال اللي انايا دابا بحال واخا حنا نتغبن هناك. اماك اخويا شتك تغني بوحدك كيف لاباس اخويا ما تكلنا عليك اخويا خلاص شفنا داك لافاك جالس نقراو في ديك لافاك واش اخا نبقاو حنا تنقراو في ديك لافاك وفي الاخر ما نلقاو خدمه ما هضراش بين نمشي لالمان اخويا نمشي لالمان ماشي لازم هنا بعدا اخويا انت اش خاصك تما اش ما خاصكش اش خاصك تجيب اش خاصك تقرا اكادا اكاتو اهاجي سكر بكاتو تشكا بكا باش واش ولكن ما خصكش تما وتجي تما لا ما فراسك واش بعدا كي دار تما ولا شي يعاود لك بنادم تاع ما فراسيش اخويا. المهم انا غادي نجي معاك لو بيان ديال لو بيان وغادي نوريك غادي نبين راه والله العظيم شوف عرفتي بان كاع النظر هادو نجي معاك. شكرا يلا مشينا شي الناس شكرا ليتس جو التاري. حميد اني جاي ايوا وصلنا. واش الدراري دابا حنا بدينا هاد الشهاده عقدت البارح ماشي البارح كنت قلت لكم الفلوق اللي فات بان ندير سميتو فيديوهات فيهم التجربه تاع شي. المهم بحكم بدات القرايه وداك الشيء عندي بروغرام عامر ما يمكنش لي نبقى ندير فلوقات بزاف في السيمانه. غادي نحاول ندير فلوق واحد في السيمانه وندير فيديو ولا جوج تنهضر فيهم بحال هكا فهمتوا هادشي اللي كاين. المهم اش نقول لكم اليوم اش نقول لكم في هذه الاول حلقه كمقدمه نبدا لكم من اول حاجه خاصك تفكر فيها. دابا انت بغيت تقرا الماني باش الالمان اي حاجه شنو هي الحاجه اللي خاصها تكون عندك في عقلك شنو هي الفكره اللي خاصها تكون عندك. ماشي خاص تكون عندك فكره غلطه ولا شي حاجه تمشي تقرا تحط الفلوس في الاخر داكشي اللي كنت تتمناه ما تلقاش في الالمان فهمتي. دابا نبدا معكم هذه اول حلقه كمقدمه. بسم الله. دابا انت بغيت تمشي للالمان ولا انت بغيت تمشي للالمان بغيت تمشيو بجوج للالمان. اول حاجه خاصها تكون عندكم في عقلكم هي بانكم راه فاش بتمشيو لالمانيا ماشي غادي تلقاو الحياه والقرايه داكشي تاع هكا الافلام بحال هكا. انا نكون واضحين باش شي بعدا تيقول لكم المانيا واعره واعره دابا من واحد الناحيه القرايه فيها قرايه مزيانه فيها الخدمه وداكشي، ولكن ديك الصوره اللي تيجي بها بنادم غلط كيديرها الالمان تيقول بغيت نمشي انايا كي بغيت نوصل دغيا هكا تيسهل القضيه هو دغيا تيقاد الامور. انا بغيت نمشي للالمان بغيت نلقى السكن دغيا بغيت ننجح بنضرب الكونكور الاول بغيت ننجح فيه. بعد ما بغيت ننجح في الكونكور الاول غادي ندخلو على سميتو بلا الكره قال لي تيقول لك بغيت نقصر الكره بغيت نريد ندخل الفلوس مول الكره. هادي حنا دابا غاجيين معاه ندخل فلوس مول الكره وغادي نفس الوقت غادي نخدمو هاد الخدمه هاكا تيقول لك صافي هو قاد الامور تاعو غادي بحال هاكا غادي هادشي اللي بيجي فوق بيمشي دغيا بينجح دغيا بيقرا دغيا بيلقى السكنه دغيا بيلقى فرقه اللي غادي تخلصو دغيا غادي يلقى خدمه هاتي باش يمشي. ولكن الدراري فاش تجيو اول مشكل غادي يجي لكم الطياره هو بعدا وكونكورات والسكن هادو هما اول مشكل. الكونكورات بعدا فاش غادي تكونوا تدوزوا الكونكورات هادشي تنهضر على الدراري يديروا الشرنكول غادي يحطوا الفلوس بزاف لا ما تفكر والله مشات لي راه كلشي مشى ليه بداك الاول كلشي تيمشي ليه بتخلص التران هنا لهاد المدينه لهاد المدينه لهاد المدينه خصوصا كانوا عندك مدارس بزاف مجاوبينك وعندك توراسون كات بزاف فهمتوا جاوبت عندكم مدارس بزاف مصيفطش لك دوز عندهم الكونكور تحط الفلوس راه تمشي من هاد المدينه تحط زبالات الفلوس حيت خاصك تماك عاوتاني الماكله تعطاك النهار خاصك عاوتاني فين تبات حيت كان عندك كونكور في الصباح بكري ما غاديش يمكن لك تمشي غادي يمكن لك مثلا تمشي من مدينه لمدينه وتوصل الصباح بكري هكا وما تباتش ولكن ما غادي توصل مسختف وما ناعش شنو هو داك ما كونكور ما والو خاصك ترتاح للكونكور عقليا دماغيا ونفسيا. اذا راه تتخلص المباتة كلشي هكا تمشي لك في الفلوس. ثاني نقطه الدراري هي السكنه راه من اصعب الحوايج اللي نلقاهم في الالمان وخصوصا حنا ما عندنا واحد ريبوتاسيون مزيانه ما عندنا حنا واحد السمعه مزيانه تبارك الله تطير المغاربه شينوا تيخدموا اسمع
احنا راه ضاصرين، حنايا راه ضاصرين، حنا راه تنجيو هنا راه ديما دايرين المشاكل. تلقى شي عجل ما مسوقينش، تيشري المشكل تيشري كلشي، تيشري شي مشكل تجر معاه كلشي. وفاش تكونوا جايين للمال ما تكونش عندكم ديك الفكره تاع انا بغيت نمشي غادي للجنه غادي حيدها من راسك غادي نتقاتل. خاصك تكون تحارب معاهم. واحد اللقطه دوك الدراري مثلا تاع ديك اللعبه تاع تكونوا في المغرب مولفين ديك اللعبه تاع باك صاحبي عاجي الو الوالد عندنا واحد المشكل سمعك الو انت تحل المشكل. واخا الا جيتي انت بحال هكاك هنايا غادي يضحكوا عليك الدراري ولا يضحكوا عليك هذوك اللي هنايا. بعدا فاش الا كنتي انت بعدا فاش تجي لالمان جي مغير عقليتك تغير عقليتك ترجل معنا واحد شويه وما تبقاش تبكي. ما تبقاش صاحبي حتى تبكي على بنادم. ما كاينش تعتمد على شي واحد اخر، اعتمد على راسك. اول حاجه بتقلب على شي حاجه انت سولتي كاع بنادم، سولتي هذا وهذا وهذا، ولكن قلب عليها الراس، قلب عليها في الانترنت، قلب عليها سول على راسك. ماشي تبقى مثلا تصنت لبنادم كل هذا الشيء يقول كل واحد تيقول حاجه كاين تيقول لك لا وهذا تيقول لك هي، وانت فاش ديك الساعه تقول هذا مبوكس على هذا وقيله غادي نتيق هذا لا هذا تيبان فيه هضرتو كاينه غادي نتيق انا هذا. ما كانش ديك الهضره الدراري. قلب على داك الشيء راسك، حاول تشد لافورماسيون ماشي قنت اللي صحيح. المهم الدراري انا دابا ركزت لكم على هاد النقطات هادو حيت بزاف تاع الدراري كانوا جايين غالطين اصاحبي، كانوا جايين غالطين جايين قايلين الالمان هي فريدوم هي الجنه. فهمتي تيجي بنادم تتصدم تولي تيقول اخا انا شحال ما هضرش ماشي هكا شحال ما هضرش على المغرب. فهمتوا؟ ما تكونوش اصاحبي منحاصرين بان راه الالمان فيها داك الشيء الزنا كاين وفيها داك الشيء خبات حتى هو كاين. فهمتوا؟ داك اي بلاصه فيها الخيب والزين. داكشي الدراري جيو بعدا النفسيه تاعكم باش الالمان جي بانك راه غادي تقاتل ما غاديش. اجي داير في راسك بغيت تلقى الخدمه وتقدر ما تلقاهاش. داير في راسك تقدر تنجح في التست من الاول وما تقدر ما تنجحش فيه من الاول. ودير في راسك راه تقدر تلقى السكنه دغيا تقدر ما تلقاهاش دغيا. بحال هكا غادي تكون هاد الدراري كاع الا وقعت شي حاجه ما غاديش يكون داك الشوك هو اخيب حاجه. فهمتوا؟ هكا بغيتكم تجيو الدراري كونوا معولين وفاش تجيو المهم قراو على راسكم الالمانيه مزيان. المهم الحلقه الجايه غادي نهضروا على شي موضوع اخر. عطوني الموضوع اخر اللي بغيتو فيه داكشي التجربه نتاعي وداكشي. المهم انا عاودت لكم داكشي اللي شفت انايا وعاودت لكم انايا هادشي اللي كاين. هادشي كانت المقدمه الدراري طلعوا لي في راسكم. يلا الدراري فاش تكونوا دايرين بحال هكا ما تجاتوني بحال هكا حيت هادشي ماشي بحال هكا. يلا المهم الدراري نتلاقاو في الحلقه الجايه. كان معكم بدر شبيب بيس بلاتي تشاو.